وقال قتادة رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد يختلفون بعض الأحيان، فقال رضي الله تعالى عنه: أحق من صدقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين اختارهم الله جل وعلا، فما جاء عنهم فهو العلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. فانظروا إلى قول قتادة رضي الله تعالى عنه، كأنه أدرك من هذا السائل أنه بمجرد حصول بعض الخلاف من بعضهم أو بين بعضهم يسعه أن يترك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الذي يأتيك عن غير أصحاب رسول الله ليس بعلم، العلم هو الذي يأتيك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم عاشوا معه عليه الصلاة والسلام، فعايشوا التنزيل وسمعوا التأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح العرب وأعرف الناس بلغة هذا القرآن التي نزل بها، فهم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.